دستیا کردی بلند مامستا احمد سلیمان فرمو که مامستا. الإخوة والأخوات، الحضور الكريم، أهالي رأس العين المحترمون، آل الفقيد محمود والي المحترمون، باسم الهيئة الكردية العليا نتقدم إليكم جميعا بتعازينا الصادقة على استشهاد أحد قادة الحراك الثوري الشبابي في مدينة رأس العين، وعضو مكتب الأمانة في المجلس الوطني الكردي في سوريا، الفقيد محمود والي، حيث يشهد له دوره النضالي في قيادة الحراك الثوري في هذه المدينة، ومنذ بداية ثورة الكرامة في سوريا، وكان يمثل بحق إرادة شبابنا في الدفاع عن حقوق شعبه، ولكن يد الغدر والتآمر على شعبنا ومحاولات خلق الفتنة امتدت إليه واغتالته. الأخوة والأخوات، يؤكد هذا العمل الجبان على حقيقة واحدة، وهي استهداف شعبنا في وحدة إرادته وموقفه، والمحاولات الحثيثة لخلق الفتنة بين أبنائه، ولكن يقظة شعبنا وتجربته السياسية ووعيه لظروف وحساسية المرحلة كفيلة بإفشال تلك المحاولات والخطط. ولكن ما يؤسف عليه هو الخسارة التي نمنا بها من خيرة مناضلنا. الإخوة والأخوات، أننا في الوقت الذي ندين ونستنكر هذا العمل الجبان وكل الذين يدبرون هذا العمل في الزوايا المظلمة، فإننا مؤمنون بأننا شعبنا المؤمن بخطى أمثال شهيدنا أبو جندي مصرون على متابعة النضال حتى تحقيق أهداف الثورة السورية في بناء سوريا ديمقراطية برلمانية تؤمن لجميع مكوناتها ولمواطنيها الأمان والحرية والعيش المشترك الكريم. تحية لذكرى شهداء الثورة السورية، تحية لذكرى الشهيد محمود والي والذي نقف جميعا باحترام لوداعه الأخير. تحية لأهالي رأس العين، مدينة التآخي والعيش المشترك بين جميع مكوناته من الكرد والعرب والتيجان والأرنب والمسلمين والمسيحيين واليزيديين وغيرهم، والقادرين بوحدتهم على وأد الفتنة وحماية السلم الأهلي في مدينتهم. عاشت سوريا حرة ديمقراطية، عاش الشعب الكردي حرا كريما. وسري وتبدأ صاغ بسباسكم. شجاري نقارب بيشه بابا جاندي واز بيشه بابا جاندي تدلي ودا تسالك تدلي ودا جيانا نامرا نا بقرتن نبلدا